أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ البكالوريا، معكم الأستاذ عبد اللطيف شريف في فيديو جديد لشرح المصطلحات مرة أخرى. زوج مصطلحات هما من أهم المصطلحات البكالوريا، مصطلح الثنائية القطبية ومصطلح الأحادية القطبية. هذو الزوج مصطلحات يتكرروا بكثرة في البكالوريا، وأغلب التلاميذ للأسف ما يقدروش يجاوبوا عليهم في البكالوريا. في هذا الفيديو جبنا لكم طريقة باش نحفظ هذو الزوج مصطلحات بكل بساطة ونضمن العلامة الكاملة فيهم. لو كان يعطيني مصطلح الثنائية القطبية، الكلمة المفتاحية في التعريف تاعي هي كلمة نظام. فالثنائية القطبية هي عبارة عن نظام ساد العالم من 1945 إلى 1989. تميز بوجود قطبين يحكمان العالم، هما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. نعاود، الثنائية القطبية هي عبارة عن نظام ساد العالم من 1945 إلى 1989. تميز بوجود قوتان تحكمان العالم، هما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. إذا حفظت هذه الثنائية القطبية، الأحادية القطبية أبسط من هذا بكثير. الأحادية القطبية هي نظام ساد العالم بعد سنة 1989، وتميزت بوجود قطب واحد مسيطر على العالم، هو الولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى اليوم الثنائية والأحادية كلاهما نظام وكلاهما ساد العالم. الثنائية من 45 ل 89، الأحادية بعد 89. الثنائية فيها زوج قوى يحكم العالم اللي هما الولايات والاتحاد السوفيتي. الأحادية فيها قوة واحدة تحكم وتسيطر على العالم، هي الولايات المتحدة الأمريكية. تحياتنا.